يعني بتصرفوا عليهم وبتاكلوهم وتشربوهم وتخرجوا معاهم وتدفعوا الشيكات وتجيبوا لهم هدايا وتستحملوا عصبيتهم وتستحملوا خيانتهم وطولة لسانهم وبيمد ايده عليكي وبيخونك وبيعرف صاحبتك وتسامحيه وترجعي له. ايه المقابل؟ انا معاكي. واحده فيكم ترد عليا، عشان انتي في الاخر بيحصل ايه؟ بتستحملي كل الرصه اللي انا قلتها دي عشان في الاخر هتفوزي بجائزه نوبل؟ هتاخدي شيك ب 10 مليون دولار؟ هتطلعي الفضاء في صاروخ؟ هتتهنني طول النهار والليل؟ هيقعد يتعبد في محرابك؟ ما نعقل بقى ونركز ونهدى شويه. يعني الحب حلو صحيح، بس يعني ما نأمن يعني ما يصحش يعني. وكل ما اقول له نعمل خطوه يقول لي انا عايز اكون نفسي شويه، وهو كان وضعه صعب جدا وممكن كمان اهلي ما يوافقوش عليه، فدعمته ماديا، اديت له فلوس، يبقى ما يبقاش راجل. بس قبل ما اكمل بقيه الرساله، وقف على رجليه وعمل مشروع، وبعد ما وقف على رجليه قلت له كده بقى ممكن تيجي تتقدم لي. بس يا رضوى صدمني. قال لي مع السلامة، أنا آسف مش هقدر علشان أهلي غصبوني أتجوز بنت خالي. نصابين كلهم يا حرام، هو وعيلته نصابين. أنا عايزة، أنتم بتدوهم فلوس ليه؟ أنا هتجنن، ضيعت كل السنين دي وأنا بدعمه نفسيا وماديا، أنا مش قادرة أنساه، عملت حاجات كتير عشان أنساه وما قدرتش، ولا عارفة أرجع فلوسي، أعمل إيه؟ بصي يا حبيبتي، ده ما يتزعلش عليه، ده نصاب حبيبتي، ده نصاب. ده اللي بيدخل على البنت عشان يشفط فلوسها وبعدين يقول لها باي باي مع السلامه، فده نصاب. فده اصلا ما يتزعلش عليه. يعني انت كل ما تيجي تفتكري ان هو نصاب نصاب نصاب. انا حبيت نصاب، عادي ان احنا نقع في نصابين، عادي في نصابين. انا حبيت نصاب. 1 2 انت عندك مشكله، لانه احنا ما ينفعش، وقلنا 600 مره ما ينفعش ان احنا نديهم فلوس. يعني انت مش ماما يا حبيبتي عشان تصرفي عليه وتفتحي له مشروع. تفتحي له مشروع ليه؟ بنت خالته وبنت عمته؟ انت وبنت خالته وبنت عمته مش هتصرفي ده ماما ما صرفتش عليه، نروح نصرف على الغرب ليه؟ ما انا ادلع نفسي كده واجيب لنفسي حاجات واظبط نفسي واعمل مشاريع. ده 2 3 ما تسكتيش عن حقك. تروحي بقى تعملي له بقى سين عند اهله، تقفي تحت البيت وتقولي له انا هاخد فلوسي، يعني هاخد فلوسي، هروح اقدم فيك محضر في الاسم، هجيب شهود، هعمل لك فاهمه بوليكه. اوعي تسكتي على فلوسك. ايه بقى؟ ما تصلوا على النبي كده يا جماعه، هتشل. والنبي موضوع القلب ده هيودينا في داهيه لو ما بنفكرش. ما تخلي خط القلب ماشي مع خط العقل، يمكن يعمل توازن، ويمكن في الاخر يعني تطلعي بحاجه حلوه، بدل ما انت كل شويه بتطلعي بحاجه وحشه وبتزعلي وبعدين ترجعي تقعي في الاوحش تزعلي اكتر. ما تمشيهم جنب، صاحبيهم على بعض، صاحبي قلبك على عقلك، يمكن يحصل حاجه في الاخر. يعني يمكن المعادله تديك يعني 6-0.